النهاردة هنقرأ فنجان مايو 2026 بكل صراحة وقوة. الفنجان اتكلم الشهر ده بطريقة واضحة جدا. في أبراج هتكون فرحانة قوي، وفي أبراج هتدخل مرحلة تحول كبير. خد فنجانك، اجلس براحتك، وتعالى نسمع ايه اللي مكتوب لك في مايو. يلا نبدأ. برج الحمل. يا حمل، الفنجان بيوريك طاقة نار مشتعلة من أول الشهر. الحياة العامة هتكون مليانة حركة وتغييرات سريعة، هتحس إنك قادر على إنجاز أي حاجة. الفلوس، فرصة مالية قوية جدا، ممكن دخل إضافي أو صفقة مهمة، بس ما تتصرفش بسرعة. الحب، شخص جديد هيدخل حياتك بقوة، أو علاقة قديمة هترجع تشتعل تاني. نصيحة الفنجان: وجه طاقتك صح وما تتسرعش في القرارات. برج الثور. يا ثور، الفنجان بيتوجك ملك شهر مايو بلا منازع. الحياة العامة هتكون مستقرة وقوية، وهتحس إنك كل حاجة بتصير في صالحك. الفلوس، انفراجة مالية واضحة، ممكن زيادة راتب، مكافأة، أو ربح غير متوقع. الشهر ده مناسب جدا للاستثمار. الحب، شهر رومانسي ومستقر، لو مرتبط هتدخلوا مرحلة حلوة، ولو سنجل في شخص جديد هيجذبك بجدية ونضج. نصيحة الفنجان: استغل الطاقة دي وابدأ اللي كنت بتأجله. برج الجوزاء. يا جوزاء، الفنجان مليان حركة وتواصل وأخبار. الحياة العامة هتكون سريعة ومليانة لقاءات وفرص جديدة. الفلوس، تحسن تدريجي خاصة بعد منتصف الشهر، ممكن فلوس تيجي من أكتر من مصدر. الحب، مفاجآت رومانسية قوية، أجواء خفيفة ومغازلة، والنص التاني من الشهر أفضل بكتير. نصيحة الفنجان: ركز وما تشتتش، اختار الفرص المهمة. برج السرطان. يا سرطان، الفنجان بيركز على الراحة النفسية والبيت. الحياة العامة هتكون أهدى وأكثر استقراراً، وهتحس بالأمان. الفلوس، مستقرة مع تحسن بطيء، ممكن فلوس من العائلة أو بيت. الحب، شهر عاطفي جداً، تقارب كبير مع الشريك أو شعور بالأمان العاطفي. نصيحة الفنجان: اهتم بنفسك وببيتك، الراحة هتكون سر نجاحك. برج الأسد. يا أسد، الفنجان بيوريك تألق ونجاح واضح. الحياة العامة هتكون مليانة تقدير وظهور قوي. الفلوس، فرص ممتازة خاصة من خلال إبداعك أو مشروع شخصي. الحب، جاذبية رهيبة، الشهر ده مناسب جدا للحب والرومانسية. نصيحة الفنجان: ثق في نفسك وأضيء المكان حواليك. برج العذراء. يا عذراء، الفنجان بيكافئك على تعبك السابق. الحياة العامة هتبدأ تشهد نتائج ملموسة. الفلوس، تحسن واضح خاصة لو كنت بتخططي كويس. الحب، حب هادئ وعميق، أو جذب شخص جديد يقدر تفاصيلك. نصيحة الفنجان: رتبي أولوياتك وخلي بالك من صحتك. برج الميزان. يا ميزان، الفنجان بيتكلم عن علاقات وشراكات. الحياة العامة هتتحسن من خلال الآخرين. الفلوس، فرص مالية من شراكة أو تعاون. الحب، شهر قرارات عاطفية مهمة، تقارب أو نهاية مرحلة. نصيحة الفنجان: حافظ على توازنك. برج العقرب. يا عقرب، الفنجان بيوريك تحولات عميقة وقوية الشهر ده. الحياة العامة هتكون مليانة تغييرات مهمة، وكأنك بتغلق صفحة وبتفتح صفحة جديدة أفضل. الفلوس، فرصة قوية لتحسين الوضع المالي، ممكن سداد ديون أو دخل جديد من مصدر غير متوقع. الحب، مشاعر مكثفة جدا، إما عودة شخص من الماضي بقوة أو بداية علاقة عميقة وشغوفة. نصيحة الفنجان: ما تخافش من التغيير، الشهر ده هيخليك أقوى وأكثر وضوحاً. برج القوس. يا قوس، الفنجان مليان حركة وسفر وانفتاح على الدنيا. الحياة العامة هتكون مليانة فرص جديدة وتوسع، سواء في الشغل أو التعلم أو السفر. الفلوس، جيدة خاصة لو مرتبطة بسفر أو مشروع بعيد، بس راقب المصروفات. الحب، شهر انفتاح عاطفي، مناسب جدا لبداية علاقة جديدة أو تجديد الحب القديم. نصيحة الفنجان: خد الخطوات الجريئة اللي بتحلم بيها، الطاقة معاك. برج الجدي. يا جدي، الفنجان بيكافئك على صبرك ومجهودك السابق. الحياة العامة هتكون أكثر استقراراً وتقديراً، وهتحس إن الناس بدأت تشوف قيمتك. الفلوس، تحسن تدريجي وواضح، ممكن ترقية أو زيادة في الدخل. الحب، شهر هادئ وعاطفي، حاول تعبر أكتر عن مشاعرك عشان العلاقة تتطور. نصيحة الفنجان:
وازن بين العمل والحياة الشخصية، ما تغرقش في الشغل بس. برج الدلو. يا دلو، الفنجان شايف أفكار مبتكرة وفرص غير تقليدية. الحياة العامة هتكون مليانة لقاءات وعلاقات اجتماعية مفيدة. الفلوس تقلبات، لكن في مكاسب غير متوقعة ممكن تيجي من أفكارك أو أصدقاء. الحب تواصل حلوة وانفتاح، ممكن شخص جديد مختلف يدخل حياتك. نصيحة الفنجان: استغل ذكائك وشبكة علاقاتك، الشهر ده بيحب الإبداع عندك. برج الحوت. يا حوت، الفنجان بيتكلم عن حساسية عاطفية عالية وحدس قوي. الحياة العامة هتكون مليانة أحلام وفرص روحانية وإبداعية. الفلوس جيد لو ركزت وسمعت حدسك، بس ما تتشتتش في الأحلام. الحب شهر رومانسي جدا، ممكن قصة حب مؤثرة أو تقارب عاطفي كبير. نصيحة الفنجان: ركز طاقتك وخد وقت للراحة، حدسك هيكون دليلك الأقوى الشهر ده. دي كانت قراءة فنجان مايو 2026 بكل صراحة لكل الأبراج. الفنجان بيدينا إشارات وتحذيرات وبشريات، لكن الاختيار والمجهود في إيدينا دايماً. قولولي في الكومنتات دلوقتي، برجك إيه؟ وأكتر حاجة لفتت نظرك في الفنجان، الفلوس ولا الحب؟ لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في النجمة وفعلوا الجرس عشان نعمل فنجان كل شهر بإذن الله، والنجمة لسه هتحكي.